طيلة قرون، خاصة مع سلالة الحكام العلويين، كانت الراية المغربية بسيطة ذات خلفية حمراء دون أي رمز إضافي. اللون الأحمر لم يكن اختيارا عاديا، بل كان رمزا للقوة والشجاعة. مع القرن ال19 تعمق المغرب في علاقات تجارية ودبلوماسية مع دول في أوروبا وأمريكا، ولضمان عدم تشابه راية المغرب برايات أخرى ظهرت محاولات لإضافة رموز تميزها كالنجمة السداسية أحيانا، لكن لم تعتمد كراية رسمية. عند توقيع معاهدة فاس سنة 1912 وبداية فرض نظام الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب، بقيت الراية الحمراء رمزا داخليا للمغرب، لكن الحاجة باتت ملحة لتبني رمزا أو علامة مميزة خاصة بالملاحة البحرية. في 17 من نوفمبر سنة 1915 أصدر السلطان المغربي يوسف بن الحسن ظهيرا سلطانيا يقضي بتغيير الراية المغربية، فتمت إضافة نجمة خماسية خضراء اللون تعرف بختم سليمان، ووضعت وسط الخلفية الحمراء. كان هذا التحول خطوة فاصلة في تاريخ الراية المغربية، إذ أعطاها هوية مميزة ورمزية دينية عميقة. اللون الأحمر ويرمز للشجاعة والدفاع عن الوطن، أما النجمة الخضراء فترمز للإسلام وأركانه الخمسة. ومع الاستقلال سنة 1956 اعتمدت الراية رسميا كعلم وطني دائم، وأضحت رمزا للوحدة الترابية والسيادة الوطنية المغربية، ترفع في المناسبات الوطنية ويعتز بها جميع المغاربة. إلى جانب الراية امتلك المغرب رمزا آخر لا يقل أهمية، إنه الشعار الملكي أو ما يعرف بخاتم الدولة. هذا الشعار لم يكن موجودا في صيغته الحالية قبل الاستقلال، بل أقر رسميا سنة 1957 في عهد الملك محمد الخامس. منذ ذلك الوقت أضحى رمزا للملكية المغربية الحديثة. مكونات هذا الشعار الملكي الدرع الأوسط، ويحمل الراية المغربية ذات الخلفية الحمراء التي تتوسطها النجمة الخماسية الخضراء. خلفية الدرع بها شمس مشرقة فوق جبل أطلسي ترمز للنور وللمغرب كأرض للأنوار. الداعمان للدرع يوجد أسدان يقفان على الجانبين، أسد على اليمين وأسد على الشمال في وضعية حراسة، يرمزان لأسود الأطلس التي عرف بها المغرب وللقوة والشجاعة وللملك. التاج الملكي ويعلو الشعار، وهو رمز للملكية وللشرعية الدينية والسياسية لآل البيت العلوي الذين يحكمون المغرب. الشريط السفلي ومكتوب عليه بالخط الكوفي الآية 7 من سورة محمد، وهي إن تنصروا الله ينصركم، وهذا تأكيد على قوة المغرب المستمدة من عقيدة الإسلام.